الشتيمة من غير شتيمة. في مصر احنا عندنا موهبة نادرة، نقدر نضايق، نعاتب ونرد من غير ما نغلط ولا نجرح، وده اللي مخلي شتيمتنا مهذبة. النهاردة هنتكلم عن أشهر التعليقات الشعبية المصرية اللي بتتقال بدل الشتيمة، ومعناها الحقيقي ايه وامتى تتقال. وأول تعليق: الله يكون في عون اللي مستحملك. الله يكون في عون اللي مستحملك، ومعناه الصبر عليك بطولة قومية، يعني التعامل معاك محتاج صبر أيوب. وبالإنجليزي God help whoever puts up with you, meaning you are very hard to deal with. ودلوقتي هنشوف موقف حقيقي بنستخدم فيه التعبير ده. يعني ايه قبضك نزل وصرفتيه كله في اسبوع؟ صرفته على البيت، أكل، فواتير، طلبات، ولا أنت فاكر الحاجات دي بتيجي ببلاش؟ ماشي، بس من غير ما تقوليلي. احنا متفقين نخطط سوا. وأنا مخططة، بس الخطة بتقع لما الغسالة تبوظ والولد يحتاج دروس والكهرباء تزيد فجأة. طب كنت استنيتي لما نتكلم. أستنى والبيت واقف؟ ما انا مش ضد الصرف، انا ضد ان ابقى اخر واحد اعرف. يعني أنا شايلة البيت لوحدي وباخد قرارات عشان نمشي، وفي الآخر أنا الغلطانة؟ محدش قال كده، بس الاسلوب. عارف، اللي بيشيل مسؤولية كل حاجة لوحده بيتهم دايما إنه غلطان. ربنا يكون في عون اللي مستحملك. ودلوقتي هنشوف فيه موقف تاني بيتكرر فيه نفس الجملة: الله يكون في عون اللي مستحملك. God help whoever puts up with you, or you are very hard to deal with. ايه ده اللي غير ترتيب المطبخ كده؟ اهلا يا حبيبتي، انتي جيتي؟ ايوه ماما كانت هنا النهارده. عارفة، وغيرت ترتيب المطبخ كله. هي كانت بس عايزة تساعد. تساعد ازاي وهي بتقولي اعمل الاكل ازاي واربي العيال ازاي؟ ما تكبريش الموضوع. انا مش مكبراه، انا اللي عايشة فيه. ما هي ست كبيرة، لازم نستحمل شوية. طب وانا مين يستحملني لما احس ان ضيفة في بيتي؟ انتي حساسة زيادة عن اللزوم. لا، انا بس محتاجة تحس ان ده بيتي زي ما هو بيتك. يعني اعمل ايه؟ ازعل امي؟ لا، بس كنت عايزاك تقف في ظهري. ربنا يكون في عون اللي مستحملك.